قوي وقوي جدا. تحية لكل أوفياء بيت الرياضة المغربية في كل مكان. بطبيعة الحال دائما نواكب السباقات في كل المدن المغربية. اليوم الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يعني تنظم الدورة السابعة لماراثون الرباط الدولي. دائما عمر منذ الوهلة الأولى يذهب بإيقاع قوي. الآن يقول عمر للبطل الإثيوبي اسعد ساعدني لنكمل الرحلة معا، ولكن الإثيوبي لا يريد. شنو سميت هذا؟ شنو؟ اديسون. اديسون مركز سادس في بطولة افريقيا. اديسون مركز سادس في بطولة افريقيا الأخيرة. اديسون مركز سادس في بطولة افريقيا الأخيرة. اديسون دائما مع عمر شتاشن، يعني لا يريد المغامرة، يراقب عمر، وعمر ما زال يعني يقود السباق بنفس القوة وبنفس الإرادة وبنفس العزيمة. عمر قلت بأنه هو بطل الدورة السادسة، عنده توقيت ساعة ودقيقة و00 في ماراثون الرباط. كذلك أفضل توقيت له هو ساعة و22 الثانية حققها في ماراثون مراكش الدولي. هو كذلك بطل ماراثون تامسنا وبطل نصف ماراثون تامسنا السنة الماضية، وبطل نصف ماراثون تمنصورت، وبطل نصف ماراثون أزيلان. عمر لا يرضى عن المركز الأول بديلا. اليوم هل سيحقق المركز الأول أو لا؟ وما عمر الآن تنرفز. خليك مركز يا عمر، خليك مركز، لا تتنرفز. انت اليوم في سباق، والسباق كل لديه خطته، كل لديه خطته، كل لديه طريقته. بروح الرياضية تفوز عليه يعني ممكن، ولكن كن ذكي مع هذا البطل لأنه يعني بطل صبور. وهذا المنافسة تصب في مصلحة نصف الماراثون، لأننا ربما سنشاهد اليوم رقم قياسي جديد، رغم أن هذا البطل لا يريد أن يساعد عمر، لا يريد أن يساعد عمر. تحياتي دائما لكل أوفياء بيت الرياضة في كل مكان. هذا إبراهيم بوتوميت يحييكم من هنا من مدينة الرباط عاصمة الأنوار. كل العصب، كل الجهات، كل المدن المغربية تشارك اليوم من الشمال